زي ما شفتوا من العنوان النهارده هنتكلم عن الصحاب. هتقولولي ايه علاقة الصحاب بإني أوصل لأفضل نسخة من نفسك؟ هتبقى الإجابة في حلقة النهارده. وفي جملة مرعبة، بجد جملة مرعبة أنا قريتها، بتقول قولي مين صاحبك هقولك انت مين. وحقيقي اللي هيفهم أبعاد ومقياس الجملة دي حياته وطريقة تفكيره وعقليته هتتغير جدا، لأن الصحاب هما المراية بتاعتك. آه، الصاحب ساحب، يا إما تختاري صحاب يرفعوكي ويعلوا منك ويخلوكي توصلي لأفضل وأحسن نسخ من نفسك، يا إما هتبقي مع صحاب هيهدموكي وانتي مش واخدة بالك. فبجد الصحاب حقيقي ليهم دور مهم جدا في حياتنا، ممكن نكون مش واخدين بالنا منه. فبجد جملة قولي مين صاحبك اقولك انت مين، الجملة دي غيرت طريقة تفكيري وخلتني اختار الاشخاص بدقة وعناية مش طبيعية. فيديو النهاردة هنتكلم عن الصحاب، ازاي تختاري صحابك صح، وازاي تبعدي عن الناس التوكسيك اللي في حياتك والصحاب التوكسيك. لان بجد وجود صحاب داعمين وكويسين في حياتنا ده بيأثر على شكل ونمط حياتنا بشكل كبير جدا. بصوا انا هحكي لكم موقف حقيقي حصل مع واحده صاحبتي، وانا قلت لها احكي الموقف ده، قالت لي تمام عادي قوليه. فصاحبتي دي كانت في فتره من الفترات كانت ما شاء الله عليها، كانت متفوقه جدا في دراستها، كان عندها احلام وطموحات كبيره، يعني ما شاء الله كانت عقليتها حلوه قوي. بعد ما دخلت الجامعه مع الاسف اتعرفت على شله صحاب آه، كانت حياتهم مش افضل حاجة. كان اهم حاجة بالنسبة لهم السهر والخروجات واللبس والميك اب والحاجات دي، كانوا دي كانت حياتهم. فالبنت مع الوقت بدأت تطنش دراستها، بدأت تأجل أحلامها وطموحاتها، لغاية ما بقت شخصية هي مش عارفة تتقبلها وازاي وصلت لكده. فقعدت معاها نصحتها بجد، قعدنا وقت طويل قوي انصحها واعرفها ازاي تختار صحابها وازاي ترجع شغفها لاحلامها وطموحاتها. والحمد لله ما شاء الله عليها رجعت تفوقت في دراستها وبدأت تحقق احلامها، وبجد انا فخورة بيها قوي وبحبها جدا، ورجعت الشخصية القديمة. فمش معنى ان احنا مع ناس كويسين مثلا وبيضحكوا ويهزروا معانا وكده ان هما ناس داعمين لينا، ان هما الناس الافضل بالنسبة لنا. مش شرط خالص الناس اللي بتبقي قاعدة وسطيهم بتضحكي وتهزري يكونوا هما الناس المناسبين ان هما يكونوا في حياتك. في فرق كبير جدا بين الصحاب اللي بيخلوكي ترتاحي معاهم وفي قعدتهم، وبين الصحاب اللي بيخلوكي تهربي من الواقع بتاعك. في فرق كبير جدا بينهم. ازاي بقى تعرفي ان الصحاب اللي في حياتك مش الاشخاص المناسبة ليكي ولازم تبعدي عنهم؟ اول حاجة الصحاب اللي بيقللوا منك، الصحاب اللي مش بيقدروكي، اللي دايما يحبطوكي بالكلام، يقولولك كلام سلبي، يقولك مثلا انت مش هتعرفي تنجحي في حاجة، انت فاكرة نفسك هتنجحي، انت فاكرة نفسك حاجة، انت تفكيرك اوفر قوي، مش عارفة ايه. الصحاب اللي دايما بيقولولك جمل بتضايقك قوي، حتى لو مثلا ما ضايقتكيش في نفس اللحظة، بعد وقت هتبدأي تفكري فيها. في بنت كانت منزلة ستوري وهي صغيرة، فطبيعي واحنا صغيرين بنتصور صور عشوائية والحاجات بتاع التفاهة دي يعني. ف منزلة صورتها وهي صغيرة وصورتها بعد ما كبرت. ففي بنت هي بتقول ان هي صاحبتها، انا مش عارفة ازاي، قعدت تتنمر عليها وتتريق عليها وعلى شكلها ومش عارفة ايه، والحمد لله ان انت كبرتي وكويس، والحمد لله على نعمة النمو. فانا بجد اتضايقت قوي، اتضايقت قوي بجد، اللي هو ازاي اصلا دي بيتقال عليها صاحبة؟ فالناس اللي بيقللوا منك حتى لو بضحك وهزار ما تقبليش بكده ابدا، ما تقبليش باي شخص يقلل منك مهما كان مكانته ايه عندك. انت ليكي احترامك وليكي تقديرك، ما ينفعش حد يقلل منك حتى لو بهزار وضحك.
تاني نقطة، الصحاب اللي بيستغلوكي. الصحاب اللي بيستغلوكي دول بالنسبة لي اشخاص غلط، ما ينفعش يكونوا في حياتك. وبالمناسبة وانا بكتب سكريبت الفيديو استوقفني موقف. يعني مثلا لو انا عندي مثلا واحدة صاحبتي بقالنا فترة مش بنتكلم او مش على تواصل دائم، بس جت في يوم بعتتلي انها محتاجاني وانها مثلا عايزة نصيحتي او عايزاني ادعمها في حاجة معينة. فهل ده استغلال؟ بعدها قلت لا، فين الاستغلال في الموضوع؟ هي شافت ان انا شخص مناسب انها تستمد منه النصيحة والدعم، فطبيعي انها ادعمها او هنصحها، فده مفهوش اي استغلال خالص. لكن الصحاب اللي بيستغلوكي بيبقى باين عليهم جدا. كل الناس اللي حواليكي بيقولوا ان الصحاب دول بيستغلوكي، وانتي بيبقى جواكي حتة شك كده ان دول بيستغلوني، بس انتي مش بتقطعي معاهم. فبجد لو لاحظتي او حسيتي بنسبة 1% ان الصحاب اللي معاكي دول بيستغلوكي، اقطعي معاهم، لان دول ما يستحقوش ان هما يكونوا في حياتك. وانا بقول انك تقدمي وتدي حاجة بمقابل، والمقابل ده مش لازم يكون حاجة كبيرة. كلمة شكرا انك دعمتيني، او شكرا انك نصحتيني، او شكرا انك كنت معايا، دي كلمة كبيرة قوي، ده مقابل كبير. لان احنا مش كل حاجة نعملها في حياتنا هيبقى ليها مقابل كبير، لكن كلمة واحدة ده بالنسبة لي مقابل كبير جدا. فابعدوا عن الصحاب اللي بيستغلوكوا بجد، لان ما يستحقوش ان هما يكونوا في حياتكم. تالت نقطة، الصحاب اللي بيخلوكوا تغيروا مبادئكم وتغيروا طريقة تفكيركم، مش للأحسن ده للأسوأ. الصحاب اللي بيخلوكوا دايما في القاع، ما بتعرفوش تطلعوا من القاع اصلا. يعني الصحاب اللي بيجروكوا لحياة مش بتاعتكم، فدول لازمتهم ايه في حياتنا؟ هيعملوا ايه في حياتنا غير ان هما هيخلونا نوصل احنا مش حابينها ومش عايزين نوصل لها؟ فاقطعوا معاهم. هو انتوا ليه بتخافوا تقطعوا العلاقات؟ ليه بتخافوا تقولوا ان انا مش عايزه اكلم دي، مش عايزه افضل صاحبتها؟ مش لازم تقولي لها قللي تواصل معاها، دي مش حاجه وحشه. انت بتقرري تختاري نفسك، بتقرري تدعمي نفسك لما انت مش لاقيه الصحبه الكويسه اللي تدعمك. فالصحبه اللي زي دي اللي بتجرك لحياه مش بتاعتك دي لازمتها ايه؟ يعني انتي لو مثلا، حتى لو مثلا اغلب الوقت لوحدك وحياتك كلها ماشيه لوحدك، وجيتي في يوم مشيتي مع حد من صحابك او اللي علاقاتك سطحيه معاه، والانسانه دي مش الطف حاجه، مش احسن حاجه، الناس هتاخد الانطباع عنك كده، لان انتي اللي قررت تدي الانطباع ده للناس. لان بجد جمله قولي من صاحبك اقولك انت مين، دي جمله قويه جدا. اقطعوا مع الناس اللي بيجروكوا الحياة مش بتاعتكم. في الفيديو اللي فات قلت لكم اتعلموا تقولوا لا، اتعلموا تقولوا لا من غير اي خوف او تردد. الجزء الاهم ازاي تختاروا صحابكم صح. طبعا الجزء اللي فات كان فيه شوية نصائح ازاي تختاروا صحابكم صح. في الجزء ده كمان هقول لكم على الصحاب الصح اللي لازم يكونوا في حياتكم. اول حاجة، الصحاب اللي بيشجعوكوا ويدعموكوا دايما بدون اي احباط. لو عندك واحدة صاحبتك بتدعمك وتبقى عايزة تتمنالك الخير من كل قلبها، فدي بجد صاحبة مميزة جدا وكويس انها في حياتك. ولو مش في حياتك حاولي تدوري على الصاحبة دي، الصاحبة اللي بتدعمك بتشجعك دايما، بتقولك كلام ايجابي دايما. كمان الصحاب اللي وجودهم بيخليكي احسن، اللي تبقي قاعدة كده معاهم تحسي ان انتي مرتاحة وعلى طبيعتك واخدة راحتك وبتتكلمي بكل اريحية، من غير ما تاخدي بالك مثلا ان ممكن ياخدوا عنك فكرة مش لطيفة، ممكن يحكموا عليكي من طريقة كلامك. لا، الصحاب اللي تحسي ان انتي مرتاحة معاهم ومفيش اي ستريس اي ضغط عليكي، فاعرفي ان انتي في المكان الصح. كمان صاحبتك اللي بتفرح لفرحك، لما يحصل معاكي موقف او يحصل معاكي اي حاجة وتلاقي ان هي بتفرح لك اكتر من نفسها، اكتر ما بتفرح لنفسها، فاعرفي ان انتي في الصداقة حقيقية. الجزء الاهم بالنسبة لي جزء الورقة والقلم. لو في فيديو طلعت فيه من غير ورقة والقلم اعرف ان في حاجة غلط، لان الورقة والقلم ده كيان لوحده. هنعمل ايه بالورقة والقلم بقى في الفيديو ده؟ بصوا، هنكتب اكتر اسماء صحاب
او ناس قريبين لينا. هنكتب مثلا 4 أو 5 اسماء على حسب اكتر ناس قريبة ليكي، اكتبي اسمائهم وابدأي جاوبي على الاسئلة اللي هقولك عليها لكل واحدة فيهم. اول سؤال، اسألي هل الشخصية دي بتفرح لفرحي بجد ولا بتحسي انها مش فرحانة قوي. تاني سؤال، هل الانسانة دي بتدعمني بجد لما اكون محتاجة لدعمها. السؤال التالت، هل الشخصية دي بحس معاها بالراحة وبكون مرتاحة واخدة راحتي معاها ولا لأ. آخر سؤال، هل وجود الشخصية دي في حياتي بيخليني إنسانة أفضل وأحسن ولا لأ. لو شخص من الأشخاص اللي انتي كنت كاتباهم كان عنده إجابة واحدة لأ، ابدأي فكري في وجوده بحياتك. آخر حاجة حابة أقولها، الصحاب الحقيقية والصحاب الصح ده كنز، مش مجرد ناس بتملى الفراغ وخلاص. مش لازم خالص يكون حواليكي مليون شخص و100 صاحبة في حياتك، ولكن وجود شخص واحد حقيقي وداعم ليكي افضل بكتير من مجموعة اشخاص وجودهم ما بيأثرش عليكي غير بالسلب. اختاري اللي بيفرح لفرحك، اختاري اللي بيضيف لحياتك، مش اللي بيسحب منك ومن طاقتك بدون اي مقابل. بجد انتوا مش مدركين اهمية الصحاب واهمية وجودهم في حياتنا، وانتوا بتتعاملوا مع الموضوع بانه صحاب عادي وقت فراغ بنقضيه مع بعض، لكن بجد الصحاب الحقيقية بيضيفوا لحياتكم حاجات ايجابية، بيخلي حياتكم بشكل انضف واحسن وارقى، بيضيفوا لمسة حلوة في حياتكم. فاعرفوا ازاي تختاروا صحابكم صح، وياريت تختاروا ناس بجد حقيقية، مش ناس موجودة كده معاكم وخلاص. لان بجد نعمة الصحاب الحقيقيين والداعمين لينا نعمة كبيرة قوي. وهرجع واقولكوا تاني، جملة قولي مين صاحبك اقولك انت مين، دي جملة حقيقية 1,000,000%. بجد فاعرفوا مين صحابكوا كويس قوي، اعرفوا انتوا بتمشوا مع مين، واعرفوا انتوا مصاحبين مين. ما تخلوش الناس تاخد عنكوا انطباع بسبب الاشخاص اللي معاكوا. وبس، دي كانت حلقة النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا، واتمنى اكون قدرت اغير وجهة نظركوا عن فكرة الصحاب. وبس ده كان فيديو النهارده، لو عجبكم حطوا لايك واعملوا شير لكل الناس اللي عندكم عشان هما كمان يستفادوا، واشتركوا في القناه عشان توصلكم كل الفيديوهات الجايه. واشوفكم في الحلقه الجايه، مع السلامه.